أهلا. ورحنا السوبر ماركت، جبنا شرايح السمبوسة لأن راح نبتدي فرزنة السمبوسة من الآن، وراح نسوي سمبوسة بالخضار. راح نحتاج بطاطس وجزر، لو تحبون كوسة تقدرون تضيفون، أي خضار تفضلونها حطوا. نفرمها في الفرامة أو نقصصها مرة مربعات صغيرة، نحطها على النار. نحط الخضرة أول شي على النار تتحمر، ضروري نحط الخضار أول شي، لازم تتحمر وتستوي نص استوى. بعدها نضيف لها البصل علشان يكمل سوا مع الخضرة. إذا استوت نضيف تقريبا ملعقتين معجون طماط. نضيف البهارات عبارة عن كمون، وهم بهار بهذا السمبوسة هو الكاري، بهارات الكاري تعطي طعم لذيذ بالمرة، وطبعا ملح. إذا استوت خلاص جهزت الخلطة هذه، نضيف لها كزبرة أو شبت، أي بقدونس، أي شيء أخضر عندكم حطوه. نترك الحشوة تبرد ونبتدي نلف. لف سهل مرة، جربوا هذه الحشوة بالمرة لذيذة لا تفوتكم. وبس أتمنى تجربونها لأنها بالمرة لذيذة بصراحة، من ألذ الحشوات عندي. طبعا لو بتقلونها سووا دقيق مع ماي علشان تلصقون الجوانب، بس أنا راح أحطها في القلاية الهوائية، فما راح أحط الشيء. إذا خلصتوا لف صفوها في الصينية، دخلوها الفريزر عشان تتجمد. بعد ما تتجمد تقريبا راح تاخذ 3 إلى 4 ساعات. بعد ما تتجمد تقدرون تحفظونها في أكياس لأن ما راح تتلصق أبدا. وبس إن شاء الله طريقتي عجبتكم، أشوفكم في فيديو لاحق إن شاء الله. في أمان الله.